مثل ما شفتوا الممثل الكوميدي الرائع والمثالي إحسان دعدوش، هاي المشهد ما بين يعني مئات آلاف المشاهد إلى اليوم محتاج لدعائنا ومحتاج وقفتنا وياه. مثل ما هو وقف ويانا وخلى المواطن العراقي يضحك ويصير بسمة بوجهه، مع العلم كان كل يوم يستشهد مئات من المواطنين الأبرياء جراء الانفجارات والقتل والخطف. نحن اليوم محجوز في البيت بسبب المرض كوفيد 19 كورونا ما بين قوسين، محتاج من عندنا الدعم المعنوي والدعاء له في كل صلاتنا. وما ننسى أيضا القارئ العالمي الحاج ميثم التمار، هؤلاء هم من يمثلون العراق بكل أطيافه وهم رمز من رموز العراق. اليوم إن شاء الله نرجع لهم الجميل بالدعاء والدعم المعنوي. وعندي 3 فقرات أحب أنبه لكم أصدقائي. أولا، هؤلاء اللي لا عندهم شغل وعمل وكل دقيقة ينشرون وفاة الفنان إحسان دعدوش والقارئ ميثم التمار حتى يحصلون لايكات والتعليقات، ولكم ما تستحون، ما عندكم شغل وعمل، كل دقيقة ناشر، بدال ما تنطي طاقة إيجابية للناس تنشر شي من جيبك، وشنو اللي تحصله من تنشر هيج خبر؟ ثانيا يا أصدقائي ويا أحبائي، هسه تبين بكل العالم المرض كورونا، وماكو داعي يطلع غبي يقول ماكو مرض، وإحنا عندنا أئمة الأطهار وما يصير بينا شي. أحب أقول لك بوقت الانفجارات كانت تروح ناس أبرياء أطفال بأشو الأئمة والأنبياء عليهم السلام ما يحمي الناس. وهمين قبل سنتين من وقعت الكرين بداخل الكعبة الشريفة ومات بيه كم شخص بوقتها. شو أقدس مكان بالكون هي البيت الله الكعبة. أشو الله ما حمى ذول اللي داخل الكعبة، ترى هاي هم من عند الله سبحانه وتعالى، وظاهرة طبيعية. لازم هلقد إنسان يموت بكورونا؟ وخلي ببالك أنت إنسان تؤمن بالله، والله أقرب إلك من حبل الوريد. إذا ما مكتوب إلك تموت، لو يصيبك كل أنواع الفيروسات ما راح تموت. الفقرة الثالثة والأخيرة الأهم، لا تسمع أهلك وبالأخص الكبار السن إخبار مشمومة مثل بوما والله شنو هاي المرض تصيب بي كبار السن ويموتون. لا عيني، انت غلطان، تصيب بي الصغار همين، وكو بالآلاف صاروا زينين أعمارهم فوق 60، وكو فوق 100 سنة عمره صار زين. وهاي ترى 100% مرتبط بالمناعة. وهاي المرض طبعا 100% مرتبط بالمناعة مالتك، والمناعة 90% حالتك النفسية، و10% الأكلات والفيتامين سي وفيتامين دي. يعني إيش قد ما يصير حالتك النفسية أو الحالة النفسية لأهلك زين، هل قد ما يصيبهم المرض ويعني ما يصير بيهم شيء. ولهذا انطي لهم أمل واطمئنانية، احكي لهم عن حالات الشفاء، ترى هواية حالات الشفاء مقابل الحالات الإصابة. وهمين ترى العراق من البلدان اللي صارت بيه كورونا بالآونة الأخيرة، يعني كان كل دول العالم أكو، وبالجديد اجت للعراق. ولهذا السبب شيء طبيعي نشوفه هواية أعداد، لكن ما تظل هيجي. فقط كل ما يجي من ايدنا نحمي نفسنا، وهاي يعني ما تطلع برا. بس من تحاول تطلع برا يعني لا تروح للأماكن المزدحمة وخلي كمامة. وبالأخير أتمنى من الله سبحانه وتعالى عز وجل أنه الشفاء العاجل لكل مرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا انزلها براسك وانا لحظة عودك. لحظة، أنا على الشيطان. هذا من نزل؟ مع الأسف عليك، لك أنت زوج شنو؟ رجل تضرب مرأة، لك المرأة بدون ثمن مثل وكل. لك شالك لك؟ أقصد ما يصير شارع عام. أنا أعرفكم بنفسي، أنا سعد، يدلعوني سعود إيمان، الرجل خارق. وش تريد؟ شنو رجل خارق؟ أنا فهمك، بالخارج مو أكو باتمان؟ إيه؟ ذاك بات اللي قال اللي جو، أنا طاح حظي هنا.